السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم لطيفة من قناة شيوات أم هاجر ريهام. اليوم إن شاء الله بغيت نتقاسم معكم طريقتي في تحضير البقولة أو الخبيزة، كيف كنقولها حنا كنسميوها الخبيزة، ولكن غادي نديرها بلي زيبينار بالسبانخ. أول حاجة غادي نغسلو هاد السبانخ مزيان، وغادي نغسلوهم نخليهم يستقطروا. انايا ملي كنطيب يعني مع البقوله تاع السبانخ في الساعه كتوجد، ما كنحتاجو لا نفوروهم ولا نسلقوهم، في الساعه كيطيبوا، ما كياخذوش حتى ربع ساعه كيكونوا طايبين. هنا هاني غسلتها، غادي نخليها تستقطر غير واحد 5 دقائق، اولا تقدو تستعملوها يعني دابا تبداو طيبوها بلا ما تخليوها تستقطر. كتجي لذيذه هاد الطريقه نتاع الخبيزه بالسبانخ، كتجي زوينه. طريقه الطهي جد سهله وبسيطه. كناخذوا واحد المقله، من احسن تكون غارقه، انا غندير غير هذه ما غارقاش بزاف. كنشعلوا البوطه عافيه متوسطه، قل من المتوسطه واحد شويه. وكناخذوا هاد لي زيبينار هادو، واخا ما كنقطعوهمش، انا كما كنشريهم غير كنغسلهم كنديرهم في المقله، سواء كانت الورقه كبيره او لا هاد الورقه صغيره، يعني شي مره كتكون الورقه ديالها كبيره بزاف، ومع ذلك بلا ما كنقطعها ملي كنديرها في المقله بوحدها كتبدا تذوب، وملي كنبداو نحركوها بحال كندقوها كتجي هذيك هي كتجي بحال مقطعه. دابا غادي ناخذ واحد الكميه نتاع السبانخ، غادي نبقاو نديرو شويه بشويه، ما كندير في المقله لا زيت لا حتى حاجه، غير السبانخ. غادي نغطي عليها بواحد المقفاله وكنخليها حتى كتهود، مره مره نقلع المقفاله ونحرك. دابا غادي نزيد عليها، غادي نحرك. ها هي ديك الكميه اللي درنا في الاول نقصات، واني زدت عليها كميه اخرى ما صورتها لكمش، نسيت ما صورتهاش. المهم راني حركت مزيان. دابا غادي نزيد واحد الكميه اخرى، كنبقاو نديرو هكا كل مره، كنزيدو شويه نتاع السبانخ وكنخليهم حتى كيهودوا، ونزيدو كميه اخرى ونخليوها عاوتاني حتى كتهود، وهكا حتى كنكملوا كاع الكميه تاع السبانخ اللي عندنا. بالنسبه لهاد الطريقه اللي كنقول لكم كل مره زيدوا شويه حتى تهود، عاد زيدوا الكميه الاخرى. هذاك الشيء كنديروا على حسب المقله، انا ما عنديش غارقه يعني غير شويه. الا كانت عندكم مقله كبيره ودوك المقلات الغارقين تقدروا ديروا الكميه كامله وتغطيو عليها حتى تهود مزيان. دابا غادي نزيد الكميه الاخيره المتبقيه عندي، هي الكميه الاخيره. غادي نخليها حتى هي حتى تطيب شويه، يعني ترجع بحال هكا، ونتلاقاو نشوفوا شنو غنديروا من بعد. دابا من طابت لنا، من هبطت لنا كامله ديك السبانخ، هبطوا رجعوا يعني بحال قريبه يطيبوا. غادي نبقاو نحركوهم، كنبقاو نحركو حنا كندقوا باش بحال كنقطعوها. هادشي ما واضحش حيت كاينه الضبابه نتاع الطياب. المهم كتبقاو نتوما تحركوا وانتوما كتدقوا باش كيتقطعوا. هنا شويه واضح. كتبقى هذه هي لاباس نتاع ملي كنحضروا السبانخ، سواء بغينا نديروا بها البقوله او لا بغينا نديروا بها لي كيش، او لا نديروا السبانخ مع البيض ولا لا كريم. كتبقى هذه هي لاباز، يعني كنوجدوه بهذه الطريقه، سوا كنخليوه حتى كينشف كاع من هذا الماء، وكنبقاو كل ما كما قلت لكم كل ما حنا نحركوا وحنا كنضربوا باش كتندق بحال كتقطع بحال قطعناها قبل ما طيبناها. المهم غادي نخليها هكا وانا كندق.
بالنسبه لي انا دابا كنوجدها يعني باش ندير بها الخبيزه. دونك غادي نخليها هاد الماء، ما غاديش نخليها حتى تشرب هاد الماء. غادي نزيد عليها شويه تاع القزبر والمعدنوس مفرومين، واحد 3 تاع الفصوص تاع الثوم، وتقدروا تزيدوا اولا تنقصوا على حسب واش كتعجبكم النكهه تاع الثوم في الماكله ولا لا. شويه تاع الزيتون، من الاحسن الا كان عندكم الزيتون داك الاحمر يكون احسن، كيجي معاها مزيان. وهنا واحد شويه تاع الحامض المسير، الا ما كانش انا خديت غير داك الحامض اللي كيكون مع الزيتون وقطعته. الا ما كانش عندكم لا الحامض اللي كيكون في الزيتون لا حامض مسير، تقدروا ديروا الحامض الطري، ديروا غير واحد الطريف يعني صغيور وقطعوه وحطوه في الخبيزه. ضروري تمعكوها. دابا غادي نزيد هذا الزيتون. كيعجبني الزيتون يطيب معاها باش تلقى الريحه ديالو. غادي نزيد هذا الحامض المسير اولا الليمون العادي، ثوم، داك القزبر المعدنوس، غادي نحرك مزيان تنخلط له هذا الشيء. ودابا غادي نبدا نزيد العطريه والزيت. بالنسبه للعطريه غادي ندير واحد المعلقه صغيره معمره مزيان تاع البابريكا اولا التحميره، غادي نزيد فوقها واحد المعلقه صغيره معمراش مزيان تاع الكمون. المهم انا هاد المعالق عندي صغار، ماشي المعلقه تاع يعني صغيره من ديك المعلقه اللي كناكلو بها. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره كذلك نتاع زريعه القزبر مدقوقه، ندير الملح حسب الذوق. الملح يعني ديروا عندكم ميزانكم وذوقوا وزيدوا لك الخاص. نحرك مزيان، دائما التحراك كيكون بحال كتدقوا. دابا غادي نزيد زيت الزيتون، حيت الخبيز كتمشى بزاف مع زيت الزيتون كيجي معها مزيان. الا ما كانش عندكم زيت الزيتون تقدروا ديروا زيت المائده. غندير واحد الكميه زوينه نتاع الزيت، حيت كما قلت لكم اي حاجه كيكون اللون ديالها اخضر كتبغي الزيت بزاف. غادي نحرك تتخلط كلش، وغادي نخليها طيب حتى تشرب لنا كاع هذا الماء، ما يبقاش هذا الماء، كتكون واجده. غنغطي عليها ونخليها طيب، ماشي نخليها هكا باش ما تنشفناش في الساعه. نسيت ما قلت لكمش اننا كنزيد واحد المعلقه صغيره نتاع عصير الحامض باش تجي محمضه. انا درت هنا غير معلقه صغيره حيت عندي ديجا الزيتون عندي حامض بزاف. الا كان عندكم الزيتون ما حامضش يعني تقدروا تزيدوا 2 معالق صغار، اولا تعصروا كاع ليمون طري تعصروه من الفوق. وبالنسبه اللي كيبغي الحار يقدر يزيد شويه نتاع الحار، هريسه ولا زعباطه ولا ديك الفلفله الصغيره اللي كتكون حاره بزاف، تقدروا ديروها هنا وتخليها طيب معاها. ودابا هي الخبيزه ديالنا شربت كاع داك الماء اللي درناه كبيرات. دابا غادي نخليها تزيد تجمر وغادي نطفي عليها.
بالنسبه للناس اللي كيزيدوا مع الخبيزه المطيشه، يعني قبيله من قبل ما ندير القزبر والثومه تما تقدروا تزيدوا مطيشه محكوكه. وهذا هو شكل الطبق النهائي ديال الخبيزه اولا البقوله بالسبانخ. في الساعه كتوجد، ما كتاخذش معنا وقت ولا في الطياب ولا في التنقيه، وكتجي لذيذه. يعني انا ملي كندوقها كتفكرني في الخبيزه نتاع المغرب، يعني كيجيني نفس المذاق. ويعني اللي ما عندوش باش يشري الخبيزه هنايا، هنا في فرنسا مره كتكون تباع، ولكن ماشي دائما، مره في الزمان. اللي ما عندوش وتوحشها يقدر يصاوبها بالسبانخ. وهذا طبسين تاع البقوله اولا الخبيزه، صوبتها بالخبيزه يعني بديك الربيعه ماشي بالسبانخ. بطريقه هي سهله وفي الساعه كتوجد، احسن من ديك الطريقه اللي كنا نديرو هذه شحال تاع نفوروها وكتشد الوقت بزاف. درت فيها نفس المكونات اللي درتهم في البقوله نتاع السبانخ. غير عوض هذه يعني من غسلتها قطعتها ودرتها في الكوكوت مع واحد كاس صغير نتاع الماء، وبلعت الكوكوت وخليتها تصفر. ملي كتبدا تصفر الكوكوت كنحسبوا 20 دقيقه، كنطفيو عليها، كتكون يعني الخبيزه طايبه. من بعد كنزيدوا دوك التوابل اللي قلت لكم، الزيتون والحامض وزيت الزيتون، وكنبقاو نحركوا حتى كتوجد. الا عجبكم فيديو نتاع اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليو لي تعليقاتكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو للاشتراك وعلى الجرس اللي يظهر من بعد باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.